اهلا بكم في برنامج العالم، ثم اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. يعني اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحكي وبيغل تجاه النادي الاهلي. انا عمل مرض نفسي وعمل نفسي وعمل نفسي مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر. طبعا هو شخص كارهي وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. انا عمل مرض نفسي وعمل نفسي وعمل عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب ياسر الجدل بكام طلعت فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا صلاح حسن طبعا هو بيتكلم بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلام بينم عن التعصب والفتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي بحاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بحاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا طعم نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا صلاح حسن طبعا هو ب 100 وش مترام، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تلاشى منافق ومدرس كداب انه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بيتجنب النادي عمل مشكله وعمل عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعسف فتنه. تعال شوف معايا كده. نظريات المؤامره بفضل ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، بقت عند نادي المنافس. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربلك خفيف. اسامه حسن طلع بيقول يقول لك نظريه المؤامره اتنقلت عند الاهلاويه ومش عارف ايه والكلام ده. عايز اقول لك بس يا اسامه حسن نظريه المؤامره دي اصلا عندكم من الاساس. لكن اي فريق بيطالب بحقه حتى لو هو اداؤه مش قد واداؤه وحش، لكن انت دايما على طول على مر العصور فرقتك حلوه وحشه، انت دايما على مر العصور انتوا عندكم نظريه المؤامره لغايه دلوقتي. عندكم لغايه دلوقتي نظريه المؤامره. هو مش لاقي حاجه يقولها اسامه حسن، بيقول لك راحت الاهلاويه. هو بس بيقول اي كلام اي كلام وخلاص، مش لاقي حاجه يقولها. لزي ده حافظ كلمتين لكن هو لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف ويفضل مدينك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب ياسر الجدل كم طبعا هو بيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استريف حليب بكره بالبرنامج العالمي. السلام عليكم.